السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك معز الاسلام والمسلمين في كل بلد وفي كل حين. اللهم ارفع راية الحق وراية الدين، اللهم امين يا رب العالمين. يا ربنا ينصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض اكل. ما هو مش فيش حاجه مش مكلفه يعني، وكل حاجه بقت مكلفه الايام دي يعني. بس على الاكل اللي على قد الايد يعني، حاجات في متناول الجميع بمعنى اصح. هنعمل مع بعض عجة، وهنعمل مع بعض فول وبابا غنوج، بطاطس مشوية في الفرن وفلفل. اكل كده على قد ما اقسم فضلة خيركم. يلا اتفضلوا معانا. بص بقى، العجة دي يعني عايزه اقول لك عيش كده. بتعمليها في ثانية كده تلاقيها اتاكلت لوحدها يعني، تسيبك من بيت الاكل لا تلاقيها كده اتخطفت كده واتاكلت من جمالها يعني. بس قبل ما ابتدي معاكم عايزه اوريكم بس شويه مشتريات كده انا اشتريتها، واقول لكم يعني ايه الاسعار. اول حاجه الصابون، سائل الاطباق يعني المواعين. ده اتنين جيركن. جيركن 3 كيلو، والجيركن التاني 4. ده عرض واحد وعليه واحد هدية، يعني واحد 4 كيلو عليه واحد 3 كيلو هدية. ده عرض كده بيتباع على بعضيه كده، بادج كده على بعضيه. بكام بقى؟ ب100 جنيه. الاتنين دولت ب100 جنيه. واحد 4 كيلو بريحة الليمون، والتاني بريحة التفاح. ال3 كيلو بريحة التفاح. عرض كده على بعضيه ب100 جنيه. وجبنا بقى ايه؟ مكرونة الملكة. آه بص، هو قال يعني، هو لما اداني هنا ادانا ايه ب30 جنيه. وقال والله العظيم دي اسعار قديمة يعني، مش اسعار جديدة يعني. السعر الجديد تقريبا ب34 او 33 حاجة زي كده. فالمهم انا مكانش عندي بقى اقلام، فانا جبت 3 اكياس كده اقلام. الواحد ب30 جنيه. عطوني كده الواحد ب30 جنيه. وجبت كمان واحد شعرية برضو ب30 جنيه. مكرونة الملكة. يعني طبعا احنا عارفين ان المكرونة الملكة دي نوع كويس جدا جدا جدا. وحتى النشا بتاعه مش عالي جدا زي اي مكرونة تانية. والله في فتح الله برضو، وبيت الجملة والحاجات دي برضو. في برضو مكرونات كده بتتباع برضو في اكياس، وبرضو ساعات بتبقى جودتها كويسة جدا وارخص من كده كمان. المهم جبت بقى لسان عصفور برضو، عشان ما كانش عندي لسان عصفور. جبت اتنين. الواحد ب11 ونص. الواحد ب11 ونص. تمام. آه جبت بقى واحدة جنة. أنا بموت في سمنة جنة، بحبها جدا، ريحتها بتبقى جميل جدا. آه وبحب برضو كريستال وروابي بقى أحلى واحدة فيهم يعني. بس جنة يعني سعرها ايه مناسب شوية. العلبة دي كيلو ونص ب160 جنيه. كيلو ونص ب160 جنيه. وعلى فكرة قال لي برضو دي سعر قديم والله يعني، قال لي السمنة معدية أكتر من كده عشان الحاجة دي عنده قديمة، ف بيبيعها بالسعر القديم يعني. ده واحد بقى باكو عروسة. شايل عروسة. ده تمن كيلو ب22 جنيه. ب22 جنيه ده تمن كيلو. انا عايزه اقولك زمان انا كنت بفتكر ان انا كنت بجيب الربع على بعضيه، ربع كيلو كبير كده تقريبا ب12 جنيه. اه ب12 13 جنيه. ده بقى ده دار البن، ده بن محوج جميل جدا. ده تمن كيلو ب60 جنيه. ده التمن ب60 جنيه. يعني من سعر الكيلو 480 جنيه تقريبا. يعني ده تمن، مش ربع، ده تمن 150 جرام ب60 جنيه. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، ويرزق كل أب وكل رب أسرة، ويعينه على العيشة والصعبة اللي الناس فيها. حرفيا الناس بتقاسي والله العظيم الغلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم امين يا رب العالمين. انا بقى عندي انواع مكرونه تانية في البيت فما جبتهاش بقى، فانا استكفيت في الحاجات اللي مش عندي، دي اللي جبتها. يعني انا عندي اللي هي المقصوصه ديت اللي هي نص عقله، وعندي اللي هي ايه الهلاليه، او اللي هي ايه آه اللي هي شبه الهلال دي، المعوجه. فانا قلت بقى بما ان احنا داخلين على رمضان وكده، والمكرونه البشاميل والحاجات دي والطواجن، فبتحب المكرونه اللي هي البنه او القلم ديت، فبتبقى حلوه. آه ربنا يرخيها يا رب.
ربنا يرخيها. يعني انا افتكر كيس المكرونه ده كنا بنجيبه 3 اكياس الصغيرين، 3 اكياس قسما بالله كنا بنجيب 3 ب10، 3 اكياس ب10 جنيه. ربنا يرخيها يا رب. والمكرونه الملكه دي كانت ب9 جنيه وب8 جنيه وب7 جنيه، وكان قريب على فكره الكلام ده، مش من بعيد، مش بعيد ده خالص يعني. ربنا يرحمنا ويرخيها. دي كده كانت شويه مشتريات كده انا اشتريتها معاكم. في بقى ان شاء الله مشتريات البقوليات باذن الله، في الفيديو الجاي باذن الله هنزل لكم مشتريات البقوليات. آه، نبتدي بقى نخش بقى في الفيديو بتاعنا. بس قبل ما ادخل معاكم في الفيديو يعني، وقبل ما اقول لكم على التفاصيل، هنا الديكور مختلف عن الديكور ده، عشان بس ايه، آم، افهمك بس اللي انا الاول عملت الغدا وخلصت الغدا كله. بعد كده بقى ايه، اتفاجئت بقى ان زوجي ربنا يديه الصحه ويبارك لي فيه يا رب، ويحفظ كل ازواجكم وابهاتكم اللهم امين يا رب العالمين. اتفاجئت ان هو بقى ايه، جاب لي ايه الرخامه ديت، او ده بديل رخام تقريبا. آه فانا بقى عملت فيديو المشتريات بعد الغدا يعني. تمام. فعشان كده بقى ايه الديكور اتغير. آه بصوا بقى انا عملت ايه، دي عجة. آه اولا النور كان قاطع، ما عرفتش اصور كويس جدا عند البوتاجاز. بس انا هقولك انا عملت ايه. انا جبت بصلايه كبيره، خرطتها تخريطه كويسه، وحمرتها لغايه لما حمرت معايا، يعني ادتني مش الذهبي، لا فوق اللون الذهبي كده ماشي. بعد كده نزلت عليها بطماطمايه كبيره برضو او طماطمتين، قطعتهم تقطيع، ما ضربتهمش في خلاط لا، قطعتهم كده بالسكينه او بشورين بالمبشره، ونزل عليهم لغايه لما تحس ان الطماطم اتعصجت مع البصل كويس. آه طفي عليها النار، قلبتها اديتها تقليبه، وحطيت عليها الخضره بتاعتها. الخضره بقى كانت عباره عن ايه، يعني كزبره وبقدونس وشبت، او ممكن تشيلي حاجه او ممكن تحطي حاجه براحتك. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت ايه تاني، قلبت عليها الخضره وسبتها وهي لسه سخنه، سبتها لغايه لما بردت تماما. بعد كده نزلت عليها ايه، بال4 بيضات دولت. ماشي، انا كده هعمل صينيتين، عشان كده حاطه 4 بيضات. لو هتعملي صينيه واحده يكفيها بيضتين يا 3، لان الدنيا بقت غاليه يعني. البيضه دلوقتي بقت ب6 جنيه. آه بسم الله الرحمن الرحيم. آه نزلت عليها بالبيض دوت ب4 بيضات، ونزلت عليها بالتوابل. التوابل كانت عبارة عن ايه، حطيت لها نص معلقة خميرة، نص معلقة خميرة، وحطيت لها ربع معلقة بيكنج باودر او بيكنج صودا، لو انت حابة ده او دوت، اللي هو كربوناته اهو البيكنج باودر بتاع الكيك ده او دوت. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت لها معلقة 7 بهارات صغيرة، ومعلقة بهارات لحمة، وحطيت لها بابريكا وكاري او كركم، يعني ربع معلقه صغيره او نص معلقه صغيره. وحطيت الملح وفلفل اسود وكمون. حابه تضيفي توابل تاني مفيش اي مشكله خالص، يعني براحتك يعني. تمام. بس هي دي البهارات بتاعتها حلوه قوي كده. نزلت عليها بقى ايه، بكام كوبايه دي، نزلت ب3 كوبايات دي من غير الكوبايه المعياريه. انا لما نزلت هنا نزلت ب6 كوبايات، لان الكوبايه اللي انا كنت بعاير بيها دي كانت نص، ما كانتش كيلو يعني، ما كانتش كوبايه كامله. فعشان كده تلاقيني نزلت ايه كذا مره يعني، مش عشان ما تقوليش ان انا ايه، انت بتقولي 3 كوبايات وانت منزلها ايه 6، لا، هما ال6 عشان هي انا كنت منزله بالكوبايه المعياريه النص، مش الكوبايه الكامله. فانا نزلت منها ايه 6 كوبايات نص. فانت هتحطي بقى الكوبايه العاديه، حطي 3، وقصاد منهم 3 كوبايات ميه، حطي كوبايتين وافضلي قلبي قلبي. لو محتاجه الكوبايه التالتة شوفي بقى انت تحطي قد ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالكوبايه التالتة بنزلها، ولو احتاجت شويه كمان فوق الكوبايه التالتة حسب العجينه، حسب الدقيق اللي معاكي طبعا، حطي شويه. ما احتاجتش حطي 3 كوبايات. حلوه قوي كده. بعمل ايه دلوقتي، انا جيت هي خدت معايا 3 كوبايات وحوالي ايه معلقتين كبار كمان. طريقة ناجحة جدا 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 للعجة، في منتهى الجمال. فانت لو عندك بقى ايه صينية كبيرة تحطوها في مرة واحدة براحتك. فانا حبيت اعملهم على صينيتين يعني ماشي. آه الصينيتين اللي عندي كان صينيتين وسط حجم، اللي هو اللي هما في النص، مش اللي هما الكبيرة ولا الصغيرة، لا اللي هما اللي في النص. البيض بتاعها كان حلو، كان مقداره كويس مع الدقيق ومع البهارات اللي احنا حاطينها. قلبي كده بقى بالسباتula من تحت لفوق، من فوق لتحت كده، عشان تتاكدي ان مفيش اي دقيق كده ولا كده، وتاكدي ان هي متقلبه كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه تاني، بصي بقى انا بجيب الصينيه اللي بحط فيها العجه، بحطها على النار، واحط فيها الماده الدهنيه اللي انا هحطها زي الزيت مثلا او السمنه، شفتي هتحطي ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما احطها على النار اخليها تسخن جامد او تقدح، يعني فاهماني. فاول ما تقدح كده بحيث انها متلزقش مني في الصينيه، لان لو ما قطعتش الزيت تلاقيها لزقت. مش عارفه ليه يعني، بس هو كده معايا دايما بعملها كده. فانا بحطها اول ما الزيت يقدح جامد، اروح جايه بقى منزله العجه ومدخلها الفرن على طول. وعملنا كمان فول اهوت، فول كنت متبلاه بتتبيله السمك اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي التتبيله بتاعت الثوم والفلفل اللي احنا حطيناها في التلاجة. خدت حته، خدت معلقه كده، شوحتها في شويه زيت ونزلت عليهم برضو بكام طماطميه كبيره كده، ضربتهم في الكبه من غير اي ميه خالص، ونزلت بيهم لغايه لما تسبكوا كويس، ونزلت عليهم بالفول. ده الفول اللي انا كنت عامله معاكم على قناه برضو. وشوينا بقى بطاطس وبتنجان وفلفل وجزر وبصل، وبصوا شوينا حبه حاجات حلوين كده في الفرن. شغلنا الفرن وشويناهم على طول. قشرت بقى البطاطس بالمنظر دوت وهي سخنه بقى كده، راح جايبه عليها ايه مكعب زبده وحطهم عشان السخونيه بتاعتها. تسيحي الزبده معاكي. الزبده بتخلي البطاطس المشويه طعمها تحفه. وننزل بقى ايه عليهم بعد ما نهرسها كده بالهراسه، او لو حابه تهرسيها بشوكه او بايا كان يعني، او مثلا بالكوبايه عندك ممكن تهرسي بيها برضه. آه، نهرسها بقى كويس جدا وننعمها، ونبتدي بقى ننزل عليها بايه بشويه خضره. تمام، مركزه معايا. بص هنزل كده بشويه خضره. طب الخضره دي عباره عن ايه بس؟ عباره عن شبت وكزبره. شبت وكزبره. وهنزل عليها بقى ايه معلقه التتبيله اللي احنا عاملينها في باب تلاجتك. التتبيله دي تحفه في كل حاجه بدخلها. ونزلت عليها بحوالي معلقه صغيره كمون، وظبطت الملح بتاعها. بس كده مش عايزه حاجه تاني. وكده جاهزه على الاكل. بالنسبه بقى للبابا غنوق ده بتنجان، وكنت شاويه مع جزرتين وبصلايه وطماطمايه وكم قرن فلفل كده. هاخد كم قرن احطه مع البابا غنوق، والقرن كام قرن تانيين اخدهم اقطعهم كده واتبلهم. بصي بقى البابا غنوج اقطع كل حاجه كده وانزل بيها في الكب. انا قلت اقطعها معاكم واستنى لغايه لما النور يجي، لان كانت الكهرباء قطعه. قلت استنى لغايه لما النور يجي، والحمد لله وانا بقى بهرسها كده بالسكينه وبقطعها يعني وبجهزها، لقيت النور الحمد لله جه. فحطيتها في الكبه وحطيت عليها بقى ايه برضو معلقه تتبيله اللي هي الفلفل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. التتبيله اللي احنا عملناها هسيب لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله في اخر القناه او في صندوق الوصف. انا بعتذر عشان انا تعبانه والله، مش عارفه تلاقيني ايه، تلاقيك صوتي تعبان وكلامي متلجلج، لاني انا فعلا بجد حرفيا تعبانه والله. انا بسجل الفيديو ده فعلا وانا تعبانه. آه، هضرب بقى المكونات دي كلها في بابا غنوج. هضربها في قلب الكب، انا هعمها واحط عليها ايه حوالي ايه معلقتين 3 طحينه، لغايه لما تتطحن معايا كويس كده. باخدها بقى يعني انا حضرتها للغدا بتاع النهارده مثلا، والباقي يحط في التلاجة، اسحب منه بقى فطار وغدا وعشاء. يستنى معاكي 3 ايام او 4 ايام في التلاجة، ما بيجراش اي حاجه خالص. بيبقى طعمها تحفه جدا 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 جدا. والله بيبقى طعمها جميل جدا، وخصوصا ان انا مدخله فيها خضار كتير، بصل وجزر وحاجات من دي، فبيبقى طعمها فعلا بيبقى طعمها جميل جدا. وكمان شويه في الفرن، فريحه الفرن كده في قلبيها. مش حابه تحط عليها الخضار ده عادي، شو بتنجان بس كفايه حلوه قوي. بصي بقى انا كده خلصت وحطيت بقى عليها رشه بقى كزبره كده من على الوش، وادي الهجه بتاعتنا طلعت. طبعا الهجه انا بحطها في الفرن من تحت، ولما بتلاقي قعرها خد كده او الجناب بتاعتها احمرت، بروح جايه ايه مولعه عليها الشوايه او بقلبها. يعني بقلبها كده على صينيه وأروح جايه مدخلها الفرن تاني الناحيه التانية. آه وايه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لما بقلبها اروح جايه قلبها، احط الوش اللي فوق تحت واللي تحت فوق لغايه لما تحمر، يعني لو انت ما عندكش الشوايه. هقطعها بقى بالمنظر ده. بصي هو ايه، وادخلها الفرن كمان دقيقتين بس، بحيث الاطراف ماكينه التقطيع كده تتحمص كده. ماشي. بعد كده اغرف بقى منها عادي خالص، بس انا حبيت اوريكي واحده. بعد كده بقى ادخلها الفرن ايه، مش هيكمل يعني دقيقه دقيقتين، بكتير اوي 5 دقايق، لان هي اصلا استوت، بس انا عايزه انشف الاحراف بتاعتها.
بس انا حبيت اوريها لك يعني. بصي ما شاء الله ما شاء الله، كانت ريحتها قلب الدنيا حرفيا. والله العظيم اتاكلت حاف كده يعني. انا عندي الولاد بيفضلوا رايحين جايين اكلوها حاف. ده الف انا والشفا. واحنا كده خلصنا اكلنا، واكل سهل جدا وسلس. ممكن تحضري الحاجه دي من بالليل، لان ممكن تكون الجو ساقع عندك. تروحي جايه شويه بطاطس وبتنجان في فرن البوتاجاز، بحيث ان انت تدفي الشقه وتقومي الصبح تشتغلي بيها. ممكن تعملي صينيه عجه برضه او صينيه كيكه في قلب الفرن كده، وتقومي الصبح برضه تشتغلي بقيت اكلك، ويبقى عندك اكل طول النهار. ممكن الاكل ده ممكن تاكلي جنبه الحاجه، ممكن تاكلي جنبها رز لو انت حابه، او تحطيها جنب تحابيش زي بالمنظر ده. ممكن تغيري التحابيش، تحطي رنجة، تحطي فسيخ لو بتحبي الحاجات دي. ممكن تحطي الحاجات دي مع بعض، مش هقولك لا. اكل التحابيش بيأكل وبيبقى يوم جميل جدا، بيبقى حلو قوي. بصي بقى الطبق دوت ده فيه فلفل اخضر الغامق اللي هو التقيل ده خالص. آه، ده فلفل اللي انا بشاور عليه دوت. ده فلفل بارد، انا شويته برضو في الفرن مع الباذنجان والبطاطس. انا شويته وقطعته تقطيعه كده صغيره، وحطيت عليه شويه خل وشويه هريسه توم ومعلقه زيت واحده بس. قلبته تقليبه كويسه وحطيته كده. وده الفلفل ده انا مخللاه ان شاء الله، عندي برطمان منه تاني مخليه لرمضان. آم، انا لما خللت المخلل المشكل في الفيديو اللي فات، انا ما حطيتش فيه فلفل لان انا عندي فلفل، فعشان كده انا ما حطيتش فيه فلفل خالص ولا ليمون. بص ده كان اكلنا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى ان انت تكوني استفدتي منه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.